في الحديث حول القضية الجزائرية المغربية، لماذا نقطة اللا عودة مع المغرب؟ شوف، تبرم اتفاقية أمنية مع الكيان الصهيوني وتمنح لهم قواعد عسكرية على الحدود تاعنا وتحدثني على الأخوة. ترفض تسليم قيادات الحركات الإرهابية الناشطة من الماك أو رشاد المقيمين عندكم في المغرب، وتجي تقول لي الأخوة. تمول الأنشطة المعادية للجزائر وتستهدف أمن واستقرار الجزائر وتجي تحدثني على الأخوة. تسيء لرموز بلادي، تسرق تاريخي وعاداتي وتقاليدي وتجي تحدثني على الأخوة. توزع وثيقة في الأمم المتحدة واللي تتحدث عن تقسيم الجزائر وتجي تحدثني على الأخوة. تغرق بلادي بالمخدرات وتجي تحدثني على الأخوة. بل أنتم لستم بأشقاء، بل العلاقة معكم خزي وشقاء.